نادين الراسي تقتحم منزلا وهذا هو السبب. شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، حيث وثقت اقتحامها أحد المنازل عندما كانت تعنف إحدى الأمهات طفلها. وفي التفاصيل، ظهرت الراسي في المقطع المسجل وهي تستمع لما كانت تقوله المرأة لابنها من كلمات قاسية، كما أنها كانت تعتدي عليه بالضرب لتتدخل في اللحظة التي كادت فيه المرأة أن تخنق ابنها. وسارعت نادين لاقتحام المنزل لرضاع الأم عن طفلها، وصرخت بألم لتعبر عن حالتها كونها حرمت من ابنيها، قائلة: كيف قدرتي تضربي ابنك؟ ما بيهمني شو عامل، شو بتعملي إذا حدا أخذ لك ياه؟ انتي بتعرفي قصتي؟ أنا محرومة من ولادي، ليش جبتيه؟ إذا مش قادرة تربيه حطيه بمؤسسة أو أنا باخده. وأوضحت نادين أن الطفل يتعرض للعنف منذ أكثر من شهرين في إحدى المناطق الجبلية، وأرفقت المقطع برسالة مفادها: بتحمل كامل المسؤولية، هذا إن أخطأت، على أمل تحرك المعنيين. الطفل صار له شهرين عم يتعنف والضيعة بتشهد، وسائبة سمعت الصوت الليلة اقتضى التوضيح. ونشدت الراسية السلطات طالبة من المعنيين التدخل لحماية الطفل من عنف والدته، كما نشدت الإعلامي مالك مكتبي الإضاءة على قصة الطفل المعنف.